إذا نزلت لبين الركبة والرجل عمرك 30. إذا قدرت تنزل وتلمس رجلك، بس لازم الركب تكون مفرودة، يعني ما تتني ركبك. 20. والعمر المروني اللي عمره 10 سنوات يقدر ينزل ويحط يده كف اليد على الأرض جنب رجله. هذا ما أقدر أسويه أنا كذا، ولكن ركبه مفرودة، تكون عمره 10 سنين. هذا يقدر يسويها وس. أوريكم وس، شوفوا وس. فهذه المرونة حقت 10 سنين. إذا تبغى تكون مرونتك زي الأطفال، بمرونة الأطفال، لازم يدك ينزل على الأرض. أيضا من التمارين المفيدة جدا لموضوع المرونة واللياقة وليونة المفاصل والجسم اليوغا. اليوغا طبعا بمفهومها الجسدي الصحي وليس بمفهومها الديني. بنتكلم فقط على الحركات حقت اليوغا والرياضة نفسها. من ضمن أمور اليوغا أيضا المهمة واللي تساعد على التوازن ما يسمى بالهيد ستاند، اللي هي حنحاول نسويها هنا مع اختلاف الرياح. فالهيد ستاند واحدة من أهم الوضعيات في اليوغا ولها فوائد كثيرة. أولاً تقوي عضلات الرقبة والأكتاف واليد، العمود الفقري، تزيد التدفق الدموي نحو الدماغ فتنشطه وتحسن الحركة حول الدماغ. فلها فوائد كثيرة. طبعاً لا ينصح الواحد يسويها إذا عنده مشكلة في الرقبة، فلازم أولاً تستشير الطبيب، ولكن لها عدة فوائد. إذا ما تقدر تسوي الهيد ستاند، في وضعية أخرى في اليوغا شبيهة للهيد ستاند ولكنها أسهل، وتسمى الشولدر ستاند أو وقوف الكتف. كم تتوقع عمره؟ أنا لما شفته أول ما شفته توقعت أنه عمره 60 صراحة، 65 بالكثير، فطلع عمره ما شاء الله 76 داخل على 80. Blood circulation. Blood This circulation. is the best exercise of the whole day. For blood circulation. Blood circulation, for memory, for breathing. أهلا وسهلا. بدأنا في الإيش؟ الله الله الله. لسه كويس للمرونة المفاصل وللهضم، للبطن وللجهاز الهضمي. اوكي، المفروض كفي يلمس الارض مو بس اصابعي.